Şoför için şöyle bir yol açalım. Buyurun. Buyurun. Şöyle müsaade edelim. رحمك الله مسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رحمك الله يا رب. اللهم صل وسلم مسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. مرحبا يا اخوة، السلام عليكم، الله حياكم الله. هذه مثل ما بتشوفوا جنازة الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيا. معناته مات في تركيا ودفن في تركيا. حضور كان كبير، شارك فيها رئيس تركيا رجب أردوغان وشخصيات كثيرة. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. هذه مثل ما بتشاهدوا يا أخوة فيديوهات للجنازة. الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا. مثل ما قلت لكم في فيديو سابق، الشيخ عبد المجيد الزنداني يعتبر أحد أبرز القياديين والقواد في حزب الإصلاح اليمني، وعالم التوحيد وعالم في الفلك، وله عدة كتب مؤلفات الله أكبر. شفت له صور نشروها يعني مع خبر موته، نشروا له عدة صور وعدة أمور. شفت له صور في أفغانستان زمان وصور عديدة. طبعا عمره مات هو في 82 سنة أظن. عليكم السلام. هذا اليوم تاريخ 23/4/2024. جنازة الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيا، وهذا جامع الفتح. İndir abi ayağı indir. Ayağı bırak çek. Hani نزل شوي abi şöyle bir açılın sana. Hasan Efendi Hazretlerimize ve diğer cenazemiz merhum Yemenli alim Abdülmecid Zindani Efendi'ye ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Allahu Teala bu mekandan hocalarımızı böylece uğurlarken ahiret aleminde daha büyük, daha muazzam bir Hasan Kılıç hocamızın cenaze namazını eda edeceğiz. İsmail Ağa Camii'mizin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan hocamız cenaze namazımızı kıldıracaklar. Sonra Abdülmecid Zindani hocamızın cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazımızı da değerli İstanbul Müftümüz Safi Arpaguş hocamız kıldıracaklar. Allahu Zülcelal için namaza
يمين يمين. كل من عليها كلنا بنموت، الكل بيموت، المتسيس والمتريس كل، والتاجر والمسافر جالس والقايم، كل الناس بتموت. لا يقلق وجه الله. يجلس الإنسان يضارب في هذه الدنيا، يضارب ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو كما قلنا لكم يا أخوة، جنازة الشيخ عبد المجيد الزنداني توفى في تركيا، مات في تركيا، وقبروه اليوم في تركيا.